لواء عبد المنعم سعيد، تيران وصنافير مصريتان أم لا؟ لا، مصريتان 100%، ولنا فيها من يوم أنا ما اتخرجت من الكلية الحربية سنة 55، وكان لنا في هذه المنطقة على تيران وصنافير نقطتي حدود في قمة الجبل تيران بالذات يعني، وأرض هبوط هليكوبتر. عبر الهاتف بينضم لي السيد اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك معانا في استوديو الأخبار. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. تيران وصنافير، الجدل يعني المنتشر حاليا ما بين المصريين، ما فيش حد ما بيتكلمش على هاتين الجزيرتين، كيف تراهم يا فندم استراتيجيا وأنت كنت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة؟ الجزر دي أصلا سعودية. الجزر دي أصلا سعودية. الجزر دي أصلا سعودية. ولما كانت يعني الظروف بتاعت المنطقة وتعرف خليج العقبة والكلام ده كله، المملكة العربية السعودية قالت ان مصر يعني ممكن قوي تأمن الجزر دي. بس لم يكن في معلوماتك وانت محافظ ان السعودية سلمت الجزيرتين لمصر عام 1950 كما تقول بعض المعلومات؟ أول مرة أسمع الكلام ده منك. ولما كانت يعني الظروف بتاعت المنطقة وتعرف خليج العقبة والكلام ده كله، المملكة العربية السعودية قالت ان مصر يعني ممكن قوي تأمن الجزر دي.